الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. كشفت تقارير صحفية موريتانية أن عددا كبيرا من سكان مخيمات تيندوف باتوا يدخلون موريتانيا عبر الطريق البري الرابط بين ولاية تيندوف الجزائرية وولاية تيرس أزمور شمال موريتانيا، وذلك تزامنا مع الفترة الحالية التي تشهد تنظيم منافسات كأس العالم قطر 2022. وذكرت صحيفة الأنباء الموريتانية أن عدد الصحراويين الوافدين من مخيمات جبهة البوليزاريو في ولاية تندوف الجزائرية قد زاد بشكل لافت في الفترة الأخيرة. ورجحت الصحيفة الموريتانية أن تكون أسباب زيادة أعداد الوافدين من المخيمات إلى موريتانيا وغالبيتهم من الشباب هو الرغبة في متابعة مباراة المغرب والبرتغال برسم ربع نهائي كأس العالم المقررة يوم السبت 10 دجنبر الجاري. وتزامنت زيادة أعداد الوافدين الصحراويين على موريتانيا مع انتشار تسجيل صوتي منسوب لسيدة تعيش في مخيمات تيندوف أعلنت مناصرتها للمنتخب المغربي وقالت: والله إن شاء الله هما اللي غيغلبوا البرتغال في مباراة ربع النهاية ولا يدوا كاع الكاس العالم، وبالصحة لهم وبالنصر والتيسير. وكشفت السيدة أن قيادة جبهة البوليزاريو تعمدت قطع الكهرباء عن أجزاء واسعة من المخيم خلال فترة بث المباراة التي جمعت المنتخب المغربي ونظيره الإسباني. فضلا منكم وليس أمرا مني، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.